هي جنة طاب وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان، فنعيم. يا سيدي روحي فداك ومنجدي، لو أن لي نفسا تموت وغيرها يا فرحتي. إنها أم عمارة رضوان الله تعالى عليه. سلوا بيوتكم عن أم عمارة. أريدك أن تسأل بنتك ماذا تعرف عن أم عمارة. سل ابنك، سل من شئت. نسأل الله العفو والمعافاة. أم عمارة رضوان الله تعالى عليها التقط موقفا واحدا من حياتها يوم أحد. يوم أحد، وما أدراك ما أحد. يوم جرح النبي المصطفى. استحضر معي الصورة والمشهد. النبي الآن يضرب. ديني وحب الله جل جلاله، وفداء رسول الله أجمل قصتي. المغفر أي الخوذة التي على رأس النبي انكسرت، حلقتان منها تدخل في جبين المصطفى. رباعية النبي، أسنان النبي كسرت، سقط النبي في حفرة. تخيل بقى المشهد. فر أكابر الصحابة لم تردهم إلا حوائط المدينة. خبر أشيع بينهم قتل النبي المصطفى. عمارة ما خرجت للقتال، هذه خرجت لتداوي الجرحى لتمدهم بالماء والسلاح، لكن وجدت نفسها أمام أمر كبير. النبي في خطر، فماذا تفعل؟ تلتقط، تلقي قربة الماء جانبا، وتلتقط من الفارين درعا ورمحا وسهما، ثم تهرول إلى النبي المصطفى. انتبهوا معي، رسول الله، والمرأة تترس يعني تنحني بجسدها على رسول الله، تصد الرماح والسهام والضرب بجسدها. عمر بن الخطاب يقول: ما التفت يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف إلا وجدت أم عمارة تزاحمني في الدفاع عن النبي المصطفى. مشهد رهيب. انتبه، ابنها على مقربة منها، الابن الثاني ينزف دمه يسير. ديني وحب الله جل جلاله، وفداء رسول الله أجمل قصتي. تخيلوا بالله عليكم لو أني أو أنتم أو أنت في هذا المشهد، ابنك أمامك ينزف والآخر ميت مقتول، ماذا نفعل؟ العاطفة كيف تتصرف؟ وإذا بها تنادي على ابنها: انسى ألمك، قم وانهض، دافع عن رسول الله. فوالله لو وصل إلى النبي أذى لم نعذر أمام الله. النبي يرى هذا المشهد فيقول: ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ من يقدر على هذا؟ فقالت: يا رسول الله، سل الله أن يجعلني وبني من رفقائك في الجنة. يا سيدي روحي فداك ومهجتي، لو أن لي نفسا تموت وغيرها يا فرحتي. فقال النبي المصطفى: اللهم اجعلها وبنيها من رفقائي في الجنة. فتصيح المرأة قائلة: والله لا نبالي بما يحدث بعد ذلك يا رسول الله. يا سيدي روحي فداك ومهجتي، لو أن لي نفسا تموت وغيرها يا فرحتي. هي جنة طاب وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان.